بتبتدي حكايتنا مع قاتل مأجور اسمه جون، وهو قاعد في ملهى ليلي. بنعرف إن جون عنده مهمة ضخمة، والمهمة بتكون يخلص على تاجر مخدرات كبير من الموجودين في نفس الملهى. وجون يعتبر واحد من أخطر القاتلين المأجورين في الدولة، علشان كده الزعيم بنفسه كلفه بالمهمة دي. وأثناء ما هو قاعد مستني التاجر يوصل، بيشوف بنت صغيرة مركزة معاه، فبيحاول يلعب معاها. بس فجأة بيوصل التاجر ورجالته، فجون بيسيب ترابيزته وبيروح عشان يكمل مهمته. وهنا بنشوف قد ايه جون ماهر جدا في شغله، وفعلا بيخلص على كل التجار واحد ورا التاني وبيمسح بيهم الأرض. وبعد ما بيخلص عليهم بيسمع صوت جاي من ورا باب مقفول، وبدون أي تردد بيضرب رصاص كتير جدا على الباب، فاكر إن في حد تاني من رجالة التجار. ولما بيفتح كانت المفاجأة، بيلاقي الطفلة الصغيرة اللي كان بيلعب معاها مرمية على الأرض واخدة رصاصة منه. وفي اللحظة دي الدنيا بتسود في وشه، وبيحس إنه عمل غلطة عمره، وبيحس بالزعل والندم وإنه ما كانش ينفع يعمل كده، بس دي حاجة ما كانش قصده يعملها. بعدها جون بيقرر يعتزل عالم الإجرام ويسيب المنظمة بالكامل. وتاني يوم أصحابه بيروحوا بيته علشان يشوفوه، فبيلاقوه نايم على السرير وحالته صعبة جدا من كتر الشرب. واضح إنه كان بيحاول ينسى اللي عمله امبارح، لكنه مش قادر. إحساسه بالذنب كان بيخنقه، فأصحابه بيحاولوا يفوقوه، بيمسك فيهم وبيطلب منهم يبعدوا عنه، لكنهم بيرفضوا علشان الزعيم عايزه وبياخدوه معاهم. ولما بيقابل الزعيم بيعرفه اللي حصل وبيقوله إن دي كانت آخر مهمة ليه معاهم حسب اتفاقهم. الزعيم بيرد عليه إن المهمة لسه منتهتش، بيحكيله إن العصابة اللي كان فيها التاجر واحد منهم سرق حساب بنكي عليه 100 مليون دولار، وقبل ما جون يخلص عليهم الراجل ده كان بعت ملفات ل3 حسابات من صحابه، 2 منهم أفراد عصابة وجون هيتكلف بيهم، والتالتة واحدة اسمها مون، ودي تبقى أم البنت اللي جون قتلها بالغلط امبارح، وهي مقيمة حاليا في كوريا. الزعيم بيطلب من جون يخلص عليهم علشان يرجعوا الفلوس، بس جون بيرفض وبيقوله إن المهمة بالنسبة له خلصت واللي عايزه يعمله. وهنا الزعيم بيتعصب وبيهدده وبيقوله لو منفذش المهمة هيعيشه جحيم وهيفضل يتمنى الموت ومش هيطوله. وهنا جون بيتضايق من كلام الزعيم وبيشتمه وبيمشي، واصحابه بيمشوا معاه وبيقولوا له ان المهمة مش صعبة قد صعوبة الحياة اللي هو هيعيشها. ورفض عرض الزعيم، بيدوله الملف بتاع مون وبيسيبوه. هنا بنلاقي جون بياخد الملف وبيقعد مع نفسه يفكر انه يقبل المهمة عشان الزعيم ما يحطهوش في دماغه. وتاني يوم بنشوف مون رايحة الشركة اللي هي مديرة فيها، وأول ما بتدخل مكتبها بتكون متراقبة من كل مكان من غير ما تعرف، وده لأنهم شاكين إن هي معاها الملفات. وفي نفس الوقت الزعيم بيبعت المساعد بتاعه يستقبل جون في المطار. المساعد بيحاول يتعرف على جون، بس جون بيكون حاد جدا في التعامل، مش بيكلم حد. فالمساعد بيوصله للسكن اللي هيقعد فيه طول المهمة، وبيقول له شوية نصايح وقوانين عن المدينة المشددة، لكن جون بيتجاهل كل الكلام وبيطلب منه يسيبه. وجون بيكون مش طايق نفسه لأنه جاي أصلا مجبر على المهمة دي. وبنرجع لمون اللي بتشرح للمستشار خطة جديدة للشركة، والشركة هتتنازل عن جزء كبير منها مقابل 30 مليون دولار. وبعدها رئيسها كيم بيسألها عن قضية بنتها اللي المفروض عايشة مع جوزها السابق، فبتقول له مفيش جديد، بس الشرطة اتصلت عليها وهتروح لهم قريب. وبالليل مون بتروح بتزور والدتها في المستشفى، وهناك بتقابل صاحبتها الدكتورة اللي بتديها دواء النسيان اللي بقت تعاني منه مؤخرا، وبتحذرها إن الجرعة الكبيرة منه ممكن تقتلها. وهم في طريقهم عشان يخرجوا من المستشفى الأسانسير بيعطل بيهم، فالدكتورة بتهديهم وبتقول لهم ده عطل فني. ولما مون بتبص وراها بتشوف جون واقف بيبص لها بطريقة مرعبة. وبنلاقي بعد شوية إن الأسانسير اتصلح وبيخرجوا، وجون بيفضل يراقب مون عايز يعرف حياتها أكتر عشان ينفذ المهمة من غير ما يسيب لنفسه أثر. وبالليل جون بيروح شقة مون يدور فيها على الملفات، فبيشوف صور لمون ووالدتها وبيفتكر اللي حصل وبيحس بالندم والزعل. وتاني يوم مون بتروح للمحقق بخصوص قضية جوزها اللي بيقول لها إنه مات وهو سكران،
وبيقول لها كمان إنهم شاكين إن القضية قضية قتل، لكنها بترد عليه وبتقول له إنها ما تعرفش عنه حاجة، وكانت رافعة عليه قضية عشان تاخد بنتها منه بسبب شغله المشبوه. بعدها مون بتروح تزور والدتها في المستشفى، والأم بتحكي لها إنها حلمت ببنتها، ومون بتتأثر وبتخرج للبلكونة وبتعيط. وهنا جون بيستغل الفرصة أسوأ استغلال، وبيحط جهاز تجسس في تليفونها ويربطه بتليفونه. وفي حفلة في الشركة بيدوا لمون جايزة بسبب نجاحها، وبيطلبوا منها إنها تغني، وفعلا بتغني، لكنها بتفتكر بنتها وبتتألم جدا. وبعد الحفلة بتفضل مون تقلب في صور بنتها، وجون شايف كل ده من تليفونه وبيحس بالذنب. بعد كده مون بتستلم حاجة جوزها من الشرطة، ومن ضمن الحاجات دي فلاشة صغيرة، ولما بتحاول تفتحها العصابة بيكتشفوا إن في حد بيحاول يفتح الحسابات بتاعتهم البنكية، وبيعرفوا إنها أكيد مون، فبيطلبوا من جون يخلص عليها فورا. وهنا جون بيضطر يروح عشان ينفذ المهمة ويخلص بقى، لكنه لما بيدخل عليها بيلاقيها منهارة وقاعدة بتتفرج على فيديوهات بنتها، فبيضعف وقتها وما بيقدرش يقتلها. ولما بينزل بيلاقيها أخدت كمية كبيرة من الدواء وأغمى عليها، وبيفتكر أمه اللي كانت بتحاول تسيبه زمان، وبيحكي قصته دي لمون وهي مغمى عليها. وبعدها جون بتصعب عليه قوي مون، فبيضرب رصاصتين في الشقة علشان العصابة تفكر إنه خلص عليها، وبياخدها وقتها المستشفى وبيبلغ الإسعاف. وهنا الزعيم بيشك فيه وبيبعت له قاتل مأجور يخلص عليه. وفي المستشفى الشرطة بتستدعي مون وبيقولوا لها إن جوزها كان معاه بيانات تخص حساب بنكي ضخم العصابة صينية، والبيانات دي موجودة في تليفون معين. لما بتخرج بتلاقي تليفونها بيرن وبيكون جون، وبيعرفها بنفسه وبيقول لها تحذر لأن العصابة ناوية تخلص عليها. وفعلا حد من العصابة بيهاجمها، لكنها بتدخل الحمام وتقفل على نفسها الباب بسرعة، وجون بيوصل وينقذها وبيبدأ يطارد الراجل، لكنه بيهرب منه في وسط الزحمة. وهنا الشرطة بتاخد مون وبينزلوا بيها، والقاتل هنا كان بيبقى مستني، بس لما بيشوف الشرطة معاها بيهرب وجون بيخلص عليه. وهنا جون بيتصل بالقاتل المأجور اللي الزعيم بعته يقتله، وبيتفقوا إنهم يتقابلوا ويتواجهوا. وبعد كده بنشوف من راحت مع الشرطة عشان تفك شفرة الفلاشة، وبيظهر إن في خاين بينهم بيساعد العصابة، لأنهم لما بيفكوا الشفرة الخاين بيقتل المحقق وبيدي العصابة الفلاشة، لكن العصابة بتغدر بيه وبتقتله. وهنا جون بينقذ مون وبيحاولوا إنهم يهربوا، وجون بيخليها تهرب بالعربية، لكنها بتتقابل مع العصابة وبيضربوها، وجون بيحاول ينقذها لكن العصابة بتضغط عليه يجي المقر عشان ينقذها. وبالليل جون بيروح عشان ينقذها ومعاه الشرطة، بس جون بيصطادهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصل القاتل المأجور، بس في الآخر مش قادرين يقتلوا بعض. وهنا القاتل المأجور بيروح لمون عشان يخلص عليها، وجون بيحاول يحذرها بالسماعة ويقول لها إن الشخص اللي جاي عليها هو اللي قتل بنتها وجوزها. وفي الآخر مون بتشوف جون وبتفتكره القاتل وبتضرب عليه بالنار، وفجأة القاتل المأجور بيظهر وبيهددها، بس جون بيتدخل وبينقذها، وبينزلوا مع بعض في الأسانسير، بس واحد بس اللي عايش.